ده فلوج ل3 أيام ورا بعض، وأهلا بكم في منزلي حيث البساطة والهدوء. جماعة مبدئيا أنا أسفة، لأنه طول الفترة اللي فاتت أو طول السنين اللي فاتت من وقت ما بدأت أعمل معاكم فلوجات كنت دايما بحاول أعمل كل حاجة، أروق البيت وأصلي وأقرأ قرآن وأخلي بالي من الولاد وأخرج وأذاكر وأعمل دايت وأروح الجيم وأشتغل. بس للأسف كل ده كان فترة كده وكان بيجي وقت وبيقف. وكنت سمعت من فترة كده في بودكاست إنه مش بكتر المهام ولكن بالاستمرارية. فعادي السنة دي مش شرط إن احنا ننجز كل حاجة ونتعلم كل حاجة احنا محتاجين نتعلمها، بس لو بدأنا في حاجة لازم نستمر عليها، ومش لازم خالص نضغط على نفسنا بكتر المهام والإنجازات. زي مثلا لما قررت من فترة إن أنا هروح المسجد وأحفظ قرآن، فخلاص أنا مش همشي في أي هدف تاني غير لما استمر في الهدف الأولاني ده، وكمان أبدأ أنجز فيه. مثلا أخلص حفظ سورة البقرة، أخلص حفظ آل عمران، أخلص حفظ القرآن كله. ده ساعتها هيكون بالنسبة لي إنجاز، وساعتها أقدر أكمل في باقي الإنجازات. ولو قدرت أمشي في إنجازين مع بعض أوكي مفيش مشكلة، لكن بلاش نضغط على نفسنا ونحس التوهة دي هتخلينا ما ننجزش أي حاجة ونحس بالفشل. ومهما كبرنا ومهما عدى بينا الوقت عادي نقدر نبدأ من بكرة. وبمناسبة الاستمرارية، ده بيتي لمدة 3 أيام ورا بعض، ومش شرط أبذل المجهود ده كله في يوم واحد، ولكن ممكن أقسم المهام دي على أيام الأسبوع واستمر عليها.